انتي دخلتي اوبشن قبل كده وفكرتي هل دخلتي بدري ولا متأخر؟ التايمينج ده اهم حاجة والتخمين مش هيشتغل. انا اسمي جبريئيلا وانا بشتغل تريدنج من سنين. في الفيديو ده هشوفك ازاي بستخدم الستوكاستيك والموفينج افريج مع بعض عشان احصل على انتريز احسن، مش بالحظ بس بالمنطق. هشرح كل خطوة بسيط حتى لو انت مبتدئة. اتفرجي على الكومبينيشن ده بانتباه، ممكن يغير النتائج تماما. ب 220 دولار انت تقدري تزودي الرصيد بشكل كبير في شوية تريدز بس. اول حاجة اظبطي التايم فريم على ام 30 وفلتري الازواج اللي السعر فيها بيتحرك صاعد او نازل واضح. احنا بننتهي للتحركات الجانبية. دلوقتي هشوفك ازاي انا بفلتر الازواج وبدور على اللي فيه اعلى ريتيرن. الأحسن تفحصي أكتر عدد ممكن من الأزواج من البداية عشان تتنقلي بينهم بسهولة. بنتجنب التحركات الجانبية لأنها صعبة. تعالي نحلل أول زوج. الترند العام صاعد والموفمنت المحلي صاعد كمان. دلوقتي تعالي نرسم مستويات الموفمنت. أدوري على شموع تأكد المستوى ده. هنا شفنا إن ده المستوى، وهنا التأكيد بتاع الشمعة. أنا كمان شفت المستوى ده هنا. التأكيد موجود هنا. احنا شفنا ان السعر كسر المستوى الجديد وفضل طالع، ما نقدرش نقول فين المستوى اللي جاي. احنا بنفرض ان الموفمنت الصاعد هيفضل. طالما الصعود مستمر لسه في مومنتوم، في شوية ريترايسمنت صغيرة، في فترات اكيوميليشن جانبية، وهنا موفمنت جانبي مرة تانية. دلوقتي تعالي نغيري التايم فريم ل S5 ونفتح اوبشن شراء. انا هشتغل بالرصيد الماكسيمم 220 دولار. دلوقتي هختار انديكاتورين يساعدوني احصل على انتريز احسن. احنا بنراقب سيجنال انديكاتور. ابتدينا بالستوكاستيك. احنا هفتح اوبشن شراء. فاول حاجه نحلل سيجنال الستوكاستيك لانه اكتر حساسيه. انا بدي اخد الفرصه واقول لك حاجه. لما ابتديت كنت فاكره ان ده فلوس سهله. شفت فيديوهات بنتائج مجنونه وفكرت بس انسخ. الواقع أخدت ضربات قوية جدا. دخلت من غير ما أفهم حاجة، خسرت بشكل فظيع، لكن ده صحصحني وخلاني أدرس وأكتب كل غلطة. دلوقتي ونحن بننتظر أنا تمام في روحتي، عندي خطة ومعايير واضحة، والطريقة دي أنا بعلمها في الفي اي بي. لو انت بدأت تطلعي من الاوتوماتيك وتفهمي ليه الحاجات، الرابط في البروفايل. اضغطي وتعالي معايا. لو قدرت انا انت كمان. انتري تمام التمام. دلوقتي تعالي نروح لجروب تاني بسرعة. ما تنسى ترجعي للام 30. بدك اوبشنز زي ده. انا بشارك السي تابس والسيجنالز والنصايح من التليجرام مباشرة. كل حاجة بسيط وواضح. الرابط في الديسكريبشن. شوفيها دلوقتي. تعالي نحلل الترند العام هابط والموفمنت المحلي نازل كمان. تعالي نرسم المستوى. احنا شفنا ان المستوى في حوالي السعر الحالي. التأكيد في الشموع دي اخر شمعة كسرت المستوى. في ريتس قريب كمان. التأكيد في الشمعة دي كسرت فعلا، وكل ده بيقول في كسر اضافي وموفمنت هابط. دلوقتي تعالي نغيريه ل S5
تعالي نرسم المستوى اللي جاي، احتمالية السقوط عليه. تعالي نقتل وقت، اتحولي لي S5 وافتحي الأوبشن، يلا نشتغل دلوقتي براحتنا. تذكري ده اوبشن بيع، انتبهي قوي للسيجنال، ابتدينا بالستوكاستيك ممكن يبدأ دلوقتي. تعالي نشوفي ريفيسل. انا بستنى الاوبشن تقفل هنا، وفكرت ليه ما اشاركك حاجة مهمة. ناس كتير بيفتكروا اني ابتديت وكل حاجة جاهزة، انا كان بس عندي فلوس قليلة. انا غلطت قوي، كسرت حسابات، قعدت ابكي، لكن فضلت اصر، ودلوقتي كل ما افتح اوبشن جديد بتفتكر الموضوع ده عن الاصرار. ونحن بننتظر. انا بقولك بتقدري تتعلمي في قناة الفي اي بي، انا بشارك كل حاجة من الاساسيات للمتقدمة. لو انت تعبانة من انك تحاولي وحدك وما تقدمي، تعالي معايا، الرابط في البروفايل. محتاج تعرفي كل حاجة بس ابدأي. انت شايفة ده مش كده؟ تعالي نروح لزوب تاني، اتحول الام 30. تعالي نحلل دلوقتي، قادرين نفتح اوبشن. لما نتفرج على الترند العام، هو نازل، الترند المحلي نازل كمان. هنا المستوى اللي نقدر نرسمه. التأكيد واضح في الشموع دي، السعر كسر المستوى وجاهز يفضل. احنا كمان قادرين نلاحظ الموفمنت الجانبي، موفمنت جانبي وهبوط صغير كأنه سلم، لكن هو نمط السلم في فترات كونسوليديشن وتجميع قوة. السعر لسه عنده قوة عشان يفضل هابط، فبالتالي تعالي نغيري للاس 5 ونفتح اوبشن بيع. انتبهي، الاوبشن كانت ممكن نشتغلها، لكن ممكن ريفرسل السعر تبدأ دلوقتي، فبالتالي تعالي نستنى ونشتغل. احنا قادرين نشوف خطوط الستوكاستيك بتقطع، وهنا جاي ريفرسل، السيجنال ممكن يتشكل دلوقتي. انتبهي، احنا قريبين جدا من تأكيد بيع. انا هنا بتابع بهدوء، وفكرت ازاي كنت في البداية ما كنت حتى اعرف الترند. كنت بشوف التشارت وافتكره لوتوري. دلوقتي كل انتري عندي فيه سبب واضح، لكن ده جاء بس عشان فضلت اصر. دلوقتي ونحن بننتظر، انا بحس بفخر عشان كل حاجة اعرفها دلوقتي اتعلمتها بصعوبة، والفاي بي ده اللي بشاركه. ما هي تيوري حلوة، ده بركتس حقيقي. انا بشارك تريدز وبشرح الاسباب وبتكلم عن الايام الصعبة عشان كل واحد بيمر بيها. لو بدك تتعلم من غير تعقيد مع حد بيتكلم زيك، اضغط على رابط البروفايل، تعالي للفي اي بي. الاوبشن دي خلتني عصبية، ابتديت تريدينج، ما في مشكلة. في التليجرام انا بشرح كل حاجة مع امثلة حقيقية. الرابط في الديسكريبشن والكومنت المثبت. تعالي معايا دلوقتي، يلا نفضل زوجة تاني، تعالي نحلل. التيشيرت بيبان زي الدبل بوتوم، لكن ما هو دبل بوتوم ممكن يكون صغير. هنا مستوى تأكيد، وهنا كمان مستوى تأكيد تاني. السعر ابتدى يقطع ودلوقتي ابتدى يرجع. العامة بتحرك طويل الأجل، محلي بشكل نازل، السعر هيهبط لحد المستوى ده، فبالتالي تعالي نفتح اوبشن بيع. الاوبشن $1555. تعالي نغيري ل S5 ونراقب السيجنال بجدية. بنستعد نشتغل ونحن الشارت بتنفذ. بدي أكلم معاك، انتي محتاجة تبدأي كويسة، أنا ابتديت من غير ما أعرف.
رحت بس عملت حاجات جنونية، دخلت بدافع، نسخت ناس تانية، أخدت losses كتير، لكن كل غلطة فيها درس. دلوقتي أنا هنا باستنى الoption تقفل وفي فرق، عشان دلوقتي أنا فاهمة اللي باعمله، عندي استراتيجية. ما في معجزات ولا وعود كاذبة، في process. لو أنتِ تعبتِ من الخسارة، ده الوقت عشان تعملي حاجة مختلفة. التحليل والentries والقرارات، كل اللي ساعدتني أطلع من الصفر الرابط في البروفايل، تعالي تتعلمي، تمام، الoption نجح. بالطبع لمّا نقارن السعر يبان مستقر، بينزل بوضوح وبيعمل retracement. تعالي نتفرجي على الوضع. هنا التذبذبات مختلفة تمامًا، فبالتالي ربما نرجع ونفتح option بيع نهائي في الزوج اللي حللناه. مرة تانية إحنا بتريد برصيد ماكسيمم، بننتظر السيجنال وبنشتغل الأوبشن. دلوقتي الخطوط ممكن تبدأ تتقاطع، أنا باركّز على الأوبشن دي، لكن وإن إحنا بتتحرك بدي أقول لِك ليه باشارك كل ده. أنا مرّيت بإحباط كتير، كنت متابعة 1000 بروفايل، كنت باجرّب استراتيجيات وفضلت ضايعة لحد ما قُلت أنا هاعمل بطريقتي، درست واتعلمت. دلوقتي وإن إحنا بننتظر باحس بفخر، عشان أنا أعرف إني باعمل حاجة حقيقية، ولذلك عملت الVIP من غير معجزات ولا اختصارات، بس باركتز وعقل وتطوّر. هناك أنتِ بتشوفي اللي أنا باشوفه. تعالي معايا، أنا باعلّم اللي طلّعني من الصفر، الرابط في البروفايل، يالّا نطوّل مع بعض. لو الكلمتين ده ساعدك، اشتركي في القناة وادخلي التليجرام، هناك هتلاقي signals واستراتيجيات كل يوم. الرابط في description. أنا